السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه وكنتمنىكم تكونوا في احسن احوال. خوتي، بزاف ديال الناس كانوا كيصونوا عليا وكيقولوا لي ودي شحال داير الزيت اللي عندكم، شحال داير الزيت، شحال داير الزيتون. هذا ما كتسمع خوتي. انا ما نعطيكم التفاصيل ديال الزيت دابا مزيان وتصنت معايا ودي. انا ماشي كنقول لك ودي راني كنبيع لك اولا هذيك. انا دي من واحد النصيحه، وسير شري الزيت مما حبيت. فما ارتاح قلبك شري، انا نوصي. ارتاح لك قلبك تما شري. دير النيه، قول بسم الله وتوكل على الله وشري الزيت. هذا اللي غادي نقول لك. اما الزيت باش تقول لي بان راه بنعرفها ولا لا كانت باينه او لا، طريقه واحده اللي نقدر نعرف فيها بالزيت هي المختبر. دع بها دير المختبر تعرف الزيت واش 100% حقيقيه ولا فيها الخواط. هذا اللي غادي نقول لك. والزيت اخوتي كاين انواع، كاين الزيت الحجره، كاين الزيت ديال الكوتينيو، كاين الزيت البارد، كاين الزيت السخون. فيها انواع. وكاين الزيتون بلدي، كاين الزيتون الرومي. هذه بزاف فيها انواع اخوتي. بالنسبه لي اخوتي، الزيت كتراوح بين 50 درهم حتى 60 درهم. لحد الان الزيت هذا كتراوح. الزيتون كيتراوح من بين 3 دراهم حتى ل 5 دراهم. 3 دراهم ونص، 4 دراهم، 4 دراهم ونص، 5 دراهم. طوب الزيتون نقدر تجيبو، المهم قلت لك طوب الزيتون تجيبو ب 4 دراهم ونص، 5 دراهم. طوب الزيتون. بالنسبه للزيت كتراوح، انا قلت لكم من بين 50 درهم حتى ل 60 درهم حتى ل 65 درهم. هذا الزيت اللي. اما النسبه باش للبارد، من 60 درهم حتى ل 70 درهم اللي مطحونه بالبارد او الحجره. هذه الزيت ديالها كتراوح بين 60 درهم. فوق 60 درهم راه ما غير يبيعلكش اقل اخر ويقول لك بان غادي نبيع لك الزيت ب ديال الحجره ب 50 درهم ولا كيكذب عليك. نصيحه مني، هذا كيكذب عليك حيت ما غاديش تخرجوا. انا ونكون ما غاديش تخرج. حيت لا شرا الزيت ب 50 درهم، ب 5 دراهم او 4 دراهم، دير اللي نتايا. حنا غنمشيو خير امور اوسطها، غنمشيو ل 4 دراهم، غنحطوا الزيتون ب 4 دراهم. الزيتون 4 دراهم ما غيقلبولكش اللي كيشري. اقل حاجه غيقلب لك الزيتون ب 5 دراهم. اقل ما يكون غيقلب لك الزيتون 5 دراهم، 5 دراهم ونص. لا اللي كيشري الزيتون مول الميزان طحانتو عطاك. غادي نمشيو كما سبقنا وقلنا، خير الامور اوسطها. غادي نمشيو غادي نقولوا بان عطاك 16 17، بين 16 و 17. غضرب حساب نتايا ديك الزيتون شاريه انت ب5 دراهم او 5 دراهم ونص. 5 دراهم ونص طاح عليك نتايا ب55 550 درهم. زيد عليها 70 درهم ديال الطحين، ولا عندك بالسمية و60 درهم، بالسمية و20 درهم. فهمت اخوتي؟ مع هذيك شحال بيبيعوا لك هو ب50 درهم. شحال بيبقى له هو كاع في القنطار؟ 200 درهم ما كاملاش. الا شرا لك الخاوي وديك الشيء المهم، مع اللي غدور مع الدراري اللي غينزلو وكذا، ضروري غادي تدور ولا المهم غتقهوي وكذا. شحال يبقى له؟ انا قلت لك غادي يبقى له ديك 200 درهم، 150 درهم في القنطار. هذه في حالة مخلي الخدمة ديالو، غيسمح في شغلو، غيمشي طحان، غادي يمشي بزاف ديال الحوايج، غيضيع عليه النهار فهمتي. وغادي يخسر تراسبور باش يوصلو للدار عاوتاني، من التنقل من الماكينة للدار. راه بزاف اخوتي. هذا علاش خصكم يكون عندكم واحد الفكر في الراس ديالكم. اما الا قلت لي ودي اخر كيبيع لك الزيتون، الفلاح يقدر يبيع لك الزيتون ب50 درهم، ما عندوش مشكل. حيت علاش؟ حيت الفلاحه ديالو ما غاديش يحسب لا ديك الحساب اللي غيحسب اخر اللي كيشري الزيتون. فهمتوا؟ هذا اللي كاين اخوتي. المهم الزيت اخوتي كتراوح، انا قلت لكم كيما الزيت كتراوح ديال الكوتينيو. بالنسبه لي انا اللي خصو شي حاجه ب60 درهم، غادي نحسبها له ب60 درهم ديال الكوتينيو ديال السخون. ما غاديش نكذب عليه.
ديال البارد او الحجره، ديال البارد او الحجره غادي نحسبها له ب70 درهم. بحال الحجره نشوما البارد بحال نص الكاليتي. هذا اللي كاين اخوتي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بغى شي حاجة اخوتي مرحبا. وهذا اللي كاين. المهم داكشي اللي كنعرفو كنوصلوه لكم ميساج باين. الله يسخر للجميع اخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.